بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حضرتك يا باشمهندسين ما اتعلمنا مع بعض الحمد لله ازاي أقدر أعمل الكولم وأقدر أستوردها من برنامج الريفت المعماري، وبقى عندي الكولمز بالشكل اللي قدامي ده. تعالوا نفهم أهم موضوع عندي ألا وهو موضوع الفاميلي. ازاي أصلا الكولم ده اتعمل؟ طب شكله في 2 دي بيظهر شكله خط مرة داش خط سوليد، طب بيظهر بناء على إيه؟ طب لما يكون في اتصال معاه مع حيطة ازاي بيقدر يعمل الفويد اللي ما بينهم؟ اسئله كتير عايزين نجاوب عليها، ولازم نفهم الموضوع ده لان ده اهم موضوع عندنا في الكورس كله، ان انت تفهم موضوع الفاميليز. لانك لو اتقنت الفاميلي باذن الله تعالى هتقدر تتعامل مع الريفت ده بمنتهى السهوله باذن الله. فتعالوا نبدا مع بعض كده ازاي نبدا نعمل فاميلي بالشكل اللي قدامنا ده. اول حاجه بروح على قائمه فايل واعمل نيو. هعمل نيو فاميلي من هنا، من نيو فاميلي. تمام. هختار طبعا الانجليش عشان تكون بالوحدات المترك اللي هي المليمتر والكلام ده كله. هنزل لحد ما اختارش متر الكولم. متر الكولم ده المعماري، وفهمنا ايه الفرق ما بين المعماري والانشائي المره اللي فاتت. انا هنزل لحد ما اختار مترك ستراكشر كولم. ادي مترك ستراكشر كولم واقول له اوبن. هقفل المشروع بتاعي خلاص، انا مش محتاجه حاليا. او خلينا نبص بصه سريعا على الكولم. لو انا اخترت الكولم اللي قدامي ده هلاقيه عباره عن ايه يا باشمهندس؟ هلاقيه عباره عن كروس سكشن، شكل في البلان، مستطيل مربع مثلث ايا كان العجب اللي انت عايز تعمله، وعباره عن ارتفاع من ليفل لليفل تاني. تمام، يبقى عباره عن شكل في البلان وعباره عن ارتفاع وعباره عن ماتيريال. شكل ماتيريال عباره عن إيه؟ تمام. فاروح هنا على البلان كده يا باشمهندسين، هقفل الراجل ده. هلاقي نفس المفهوم ده موجود جوه الفاميلي. مدينا حاجه اسمها ريفرنس ليفل، ومدينا حاجه اسمها اليفيجن. تقدر تعمل بلان واليفيجن، وتقدر طبعا تفتح ال 3 دي عشان تشوف اللي انت هتعمله. طيب، هروح في البلان عشان ارسم الكروس سكشن باي شكل انا عايزه. وعشان ارسم الكروس سكشن ده يا باشمهندسين عندي اكتر من طريقه. يا اما اعمل اكستروجن، وطبعا مجرد بس ما اقف على اي حاجه هيديك شكل سريع ان ازاي بقدر اعمله. بعمل شكل في 2 دي ايا كان الشكل اللي انا عايزه، واعمل له اكستروجن، اسحبه كده في ال 3 دي هيبدا يظهر معايا بالشكل بال 3 دي. البلايند زي ما حضرتك شايف هو عباره عن اتنين، شكل في البلان وشكل فوق وتحت بالشكل ده، واقدر اعمل لهم اكستروجن بالشكل ده. ريفولف والسويب بلايند كل ده لو وقفت عليهم هيديك مثال بسيط كده سريعا ازاي تقدر تعمله. هنبدا بابسط شكل عندنا اللي هو شكل الاكستروجن، ان انا بعمل مستطيل وابدا اعمل المستطيل ده امده. طيب، قبل ما ارسم المستطيل لاحظ ان في مجموعه من الخطوط اللي قدامي هنا دي بنسميها حاجه اسمها ريفرنس بلان، مرجع ليا. دي اهم حاجه عندنا يا باشمهندسين، موضوع الريفرنس بلان ده. ليه بقى؟ لان لو رحت على الخانه اللي فوق هنا دي يا باشمهندسين حاجه اسمها فاميلي تايب، هلاحظ ان في عندي حاجه اسمها ديبس ويتس اللي هم اوريدي موجودين عندي هنا، اللي هو الديبس والويتس بالشكل اللي قدامنا ده كده اهم. طيب، دول ايه اللي بيتحكم فيهم يا باشمهندسين؟ اللي بيتحكم فيهم يا جماعه موضوع الريفرنس بلان اللي انا عملتهم دول. يعني انا لو خليت ده مثلا 600 وقلت له ابلاي، هلاحظ ان ده كبر بقى 600. لو انا خليت ده مثلا 300، هلاحظ ان ده بالشكل اللي قدامنا ده صغر بالشكل ده. يبقى اللي بيتحكم فيهم هو عباره عن الريفرنس بلان يا باشمهندسين. هو الريفرنس بلان اللي انا برسمه. عشان كده لما اروح اعمل كرييت اكستروجن وارسم مستطيل، لازم المستطيل ده يكون لوجد مع الريفرنس بلان ده. يعني لازم اقفل ده واقفل ده واقفل ده واقفل ده. ليه يا باشمهندس بتقفلهم؟ عشان لما اجي احرك من هنا واخلي ده كده 600 بالشكل ده، هلاحظ ان المفروض الشكل بتاعي يكبر زي ما حضراتكم شايفينه ده. 200 يصغر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. يبقى انا كده ايه الفاميلي بتاعتي مظبوطه. هروح على الاليفيجن، لازم برضو نفس الاليفيجن ده امسكه ما بين اتنين ريفرنس بلان اهو. فامسك ده واقفله برضو من هنا، وامسك ده كده واقفله برضو من هنا. يبقى انا كده اطمنت ان الكولم بتاعي اقدر ارسمه من ليفل لليفل. يقدر ارسمه من ليفل لليفل. يبقى انا عملت الشكل بتاعي، عملت الويتس والدبس زي ما حضراتكم شايفين، وعملت الاليفيجن الهايت بتاعي ما بين الريفرنس بلان والريفرنس بلان بالشكل اللي قدامنا ده كده يا باشمهندس. طيب، لو رحت في الجنب هنا هلاقي في بعض الحاجات اللي تخص الفاميلي دي، حاجات مهمة جدا جدا. عشان كده برضو لازم اروح اعمل فايل. هعمل من هنا كده نيو عشان نفهم الموضوع مع بعض يا باشمهندسين. هعمل من هنا كده فايل نيو بروجكت. هختار من هنا براوز، هرجع اختار الانجليش، وهنزل اختار الاستراكشر اناليسيس ديفولت مترك بالشكل ده. تمام. عشان ارسم الفاميلي اللي انا عملتها دي لازم اعمل لها لود انت بروجكت، من هنا كده اهو. شايفين ادي الكولم بتاعي اهو اترسم بمنتهى السهوله اهو. هعمل دبليو تي عشان اشوف كل حاجه. اقدر اشوف من هنا، اقدر اشوف من هنا كل شيء. شايفين من هنا كده، اقدر اضغط على تاب دبل من هنا كده، من هنا كده دبل كليك على السكرول
دبل كليك على السكرول اللي هي العجله بتاع الماوس، دبل كليك هيعمل لي حاجه اسمها زوم اكستند بالشكل ده. تمام. طيب، حلو الكلام، حلو الكلام. لو انا وقفت هنا على الكولم ده كده يا باشمهندسين، هلاقي ان ده جاي من ليفل 1 لليفل 2. الراجل ده كده فهم اوتوماتيك ان الكولم ده الفاميلي دي تقدر تترسم من ليفل 1 لليفل 2 عادي خالص جدا. طيب، لو رحت رسمت من هنا ستراكشر كولم من الموجود جوه الفاميلي دي اصلا اهو، من هنا كده، تعالوا كده نرسم هنا، وتعالوا نرسم كده نشوف الراجل ده. لو انا وقفت على الراجل ده هلاقي في حاجه اسمها ستراكشر ماتيريال بالشكل ده. وهنا نفس الكلام، يقدر يترسم من ليفل لليفل. لو انا مسكت الراجل ده هلاقي مش معروف له ماتيريال، الراجل ده مش معروف له اي ماتيريال. كمان في نقطة مهمة جدا، هنا في حاجة جواه اسمها اناليتيكال موديل. لو انا عملت تاب كده واخترته، هلاحظ ان بيقول لي هنا الفيزيكال ماتيريال ان اسايند. لو رحت للراجل اللي هو الماتيريال اللي موجوده جوه الفاميلي دي اسمها كونكريت 1، واقدر اغيرها زي ما انا عايز. طيب، هحل المشكله دي ازاي؟ لازم اروح هنا جوه الفاميلي يا باشمهندسين، اختار الفاميلي، واجي من هنا على الماتيريال اديله ان هو يختار ماتيريال. يعني انا لو اخترت من هنا ده هتبقى حاجه مؤقته، يعني مجرد شكل بس، انت عايز تظهر شكل، ان مش هقدر اتحكم فيها جوه المشروع. عشان اتحكم لازم اختار من الجنب من هنا واديله البارامتر دي. هلاقي في عندي حاجه هنا جوه البرنامج، هو فاهم ان انت محتاج تدخل هنا حاجه اسمها ماتيريال. طب لو مش فاهم، بعمل من هنا نيو بارامتر، وبختار من هنا بقول له ماتيريال نيو بارامتر، وبختار ستراكشر ماتيريال بالشكل ده، وبختار من هنا التايب بتاعها يكون ماتيريال اند فينش، واقول له اوكي بالشكل ده. طب انا في عندي عشان خاطر موجوده بالفعل، فبقول له ايه، اوكي بالشكل ده. هعمل لود انتو بروجكت تاني عشان خاطر يعمل لي اوفر رايت. هلاحظ ان هنا بقى في عندي حاجه اسمها باي كاتيجوري، اقدر اختار بقى من هنا واروح اختار اي ماتيريال انا عايزها يا باشمهندسين. وليكن على سبيل المثال انا اروح اختار من هنا من الفلتر، هقول له كونكريت، واختار مثلا وليكن كاست ان سيتيو. الماتيريال اللي تلاقي عندك كونكريت اختارها مفيش مشكله. هرجع برضو من هنا دي كده، هنا مثلا كاست ان سيتيو بليز جراي، اختار مثلا اخليه نفس الماتيريال بالشكل ده. طيب، تعالوا كده يا باشمهندسين نروح على البروجكت ده، واقول له من هنا ستراكشر هرسم وول، كونكريت وول، واختار من هنا ان هو برضه يكون دبس لحد ليفل 1، واختار من هنا وليكن كور اكستيريور بالشكل ده. هنفهم ايه الفرق ما بينهم واحنا بنرسم الحوايط بعد كده. تمام بالشكل ده كده اهو، وامسك دي كده واقول له من هنا كوبي من هنا، واختار من هنا لا. هنلاحظ يا باشمهندسين ايه اللي حصل. تعالوا كده نعمل من هنا كده فاين، ونخليه واير فريم بالشكل ده، او نختار من هنا كده خليه هيدن لاين بالشكل ده. هنلاحظ يا باشمهندسين ان في هنا حاجه اتقطعت، يعني هنا في ده كولم، وفي هنا نفس الكلام، الحيطه مع الكولم، بس ما فيش قطع، ما حصلش اي قطع. يعني لو بصيت في ال 3 دي هنا كده هلاحظ ان الكولم ادى هنا الاولويه للحيطه، ادى هنا الاولويه للحيطه وقطع العمود بتاعنا. هنا لا، العمود ما حصلش اي قطع ما بين الاثنين دول. طب ليه يا باشمهندس رغم ان انت معرف ان دي ماتيريال ودي ماتيريال؟ يعني انا لو اخترت من هنا واخترت جواها من هنا، واخترت ان هي دي كاستم بليس بالشكل اللي قدامنا ده كده، هي نفس الماتيريال اهو يا باشمهندس. طب ليه في دي قطع وليه في دي ما قطعش؟ هقول لك ترجع لحاجه هنا جوه الموديل بتاعك، ان انت بالفعل عرفته ان هو يكون كونكريت ماشي، بس نسيت تختار الماتيريال بيهيفير، نسيت تختار ان الماتيريال يكون عندنا كونكريت او ستيل او ايا كان الماتيريال اللي انت هتعملها. تعال نقول له لود انت بروجكت، تعال نشوف اللي هيحصل. شايفين كده يا باشمهندسين الراجل فهم ان ده كونكريت وده كونكريت، اوتوماتيك راح جاي عامل ايه، راح جاي قاطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. نفس الكلام يقدر اخش على الفاميلي دي واعدل فيها نفس الكلام. فدي نقطة مهمة جدا عندنا، اللي هي موضوع اللي هي حاجة اسمها الماتيريال بيهيفير، سواء كنت هتختار كونكريت او ستيل او وود او بريكاست على حسب الماتيريال بتاعتك. فدي نقطة مهمة جدا جدا عندنا. ايه تاني عندنا يا باشمهندسين؟ عندي حاجة اسمها السكشن شيب. السكشن شيب دي مهمة جدا جدا. لو حضرتك شغال كونكريت فهتعمله حاجة اسمها نوت ديفايند. ليه نوت ديفايند؟ لان انت كل اللي محتاجه في الكونكريت هي ابعاده. لو انا اخترت من هنا كده وقلت له من هنا الشكل ده، انا محتاج الدبس والويتس بس، كتر خير الدنيا قوي. انما لو حضرتك بقى بتشتغل ستيل، لا، ده لا، الموضوع ده نفترض المستطيل ده كان عندك مثلا، كان مثلا حاجه بالشكل ده، كان حاجه ريكتانجل بار بالشكل ده نفترض يعني، واروح هنا على البروبرتي، هلاحظ ان في حاجات كتير جدا ظهرت لي الاستراكشر. لو حضرتك
فاهم استراكشر كويس، درست استراكشر في الكليه كويس، بتشتغل برامج تحليل انشائي، تعرف ان كل البرامج التحليل الانشائي بتحتاج تعرف الكروس سكشن بتاع العمود ده عباره عن ايه، البريمتر المحيط بتاعه كام، المومنت اوف انيرشيا، كل ده لازم تدخل البريمتر، دي مهمه جدا. تعالى عشان تفهم معايا اكتر. لو رحت هنا على كولم، خدت هنا ستيل كولم بالشكل ده، رحت جوه الفاميلي دي، رحت جاي له ايديت فاميلي. بص كده جوه الفاميلي، هلاحظ ان في حاجات كتير متعرفه جواهم، انه من الويت والمومنت اوف انيرشيا لنفس القطاع اللي هو ايه الستاندرد ده ليه يا باشمهندس؟ ده عشان لما اصدر لبرامج التحليل الانشائي يحصل تحليل صح، البرنامج يفهم الانيرشيا صح، يفهم المومنت اوف انيرشيا صح، فيقدر يحلل ويطلع لي تحليل انشائي مظبوط. فعشان كده من هنا لازم مهم جدا اختار السكشن شيب بتاعي، لو انا شغال ستيل، لو انا شغال كونكريت. لو انا كونكريت اختار نوت ديفاين، لو انا ستيل اختار الشكل ايه بتاعي من الاشكال اللي عندي هنا دي بالشكل ده. فدي نقطة مهمة جدا ان انا اختار السكشن ايه، ان انا اختار سكشن شيب. تعالوا نقطة نعديناها، نقطة اسمها حاجة اسمها ديسبلاي ان هيدن فيوز. يعني ايه ديسبلاي ان هيدن فيو؟ لو انا رحت هنا في المشروع واخترت الفيو بتاعي يكون هيدن فيو بالشكل ده، فبيقول لحضرتك نقطة مهمة دي ايدج هيدن باي اذر ممبر. تعالوا نشوف، نختار دي كده ونقول له ليد انتو بروجكت. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هنلاحظ ان مفيش تغيير حصل. لا تعالى كده قلل السكيل شوية، خليه مثلا 1 ل 10. ماشي، تعالى نخليه هنا هيدن فيو. تعالى كده وليكن انا هرسم ستراكشر، وليكن فلور، انا هرسم فلور ستراكشر بالشكل ده كده عليه. دونت اتاتش. ايه اللي حصل؟ لما انا كنت سكيل 1 ل 100 مش هتشوف حاجة. تعالى كده خليه سكيل 1 ل 10. شايف الهيدن فيو بيقول لحضرتك ايه بقى يا باشمهندس؟ الهيدن فيو احنا اخترنا من هنا ان يكون each hidden by other member، يعني اي ممبر هيغطي على الكولم بتاعي يظهروا لي هيدن بالشكل ده. طب انا لو رجعت غيرته، خليته وليكن باي كولم اتسيلف. يعني ايه باي كولم اتسيلف؟ شايف كده؟ شايف كده؟ العمود نفسه انا عايز باي اعدادات الكولم نفسها. فهلاحظ لا، الموضوع مش ظاهر عندي، ما بيظهرش هيدن فيو. فلازم ارجع تاني واختار من هنا باي كولم اتسيلف. طب انا مش فاهم، تعالوا كده نرجع تاني عشان افهمك. هعمل من هنا حاجه اسمها كرييت، هعمل من هنا حاجه اسمها فويد اكستروجن، وليكن بالشكل ده اهو، عشان بس تفهم. ماشي، هو اوتوماتيك اختار السيرفيس، طب كويس الحمد لله. اروح على 3 دي، اختار من هنا لحد هنا واقفل، واختار من هنا لحد هنا واقفل بالشكل ده. شايفين الفويد ده؟ تعالى اعمل لود انتو بروجكت تاني. شايفين كده يا باشمهندسين ايه اللي حصل؟ انا عشان اخترت اظهار باعدادات العمود نفسه، شايف لازم اقرب كده عشان اشوف العمود نفسه، وعمل لي خط بس لما بيكون في قطع، لما يكون في شكل غريب. انما لما بقول له باي اذر اليمنت، ايه اللي هيحصل؟ شايف؟ هياخد تعديلات اعتماد على الاذر اليمنت. يعني العمود ده، البلاطه دي متصله مع عمود من طب من هنا، عشان كده ظهرت لي الهيدن. في عندي حاجه من هنا من الاخر، حاجه اسمها اول ايدج، ودي افضل حاجه عندنا. شايف كده؟ اول ايدج، شايف كل الخط القطع اللي حضرتك عامله هو اوتوماتيك الراجل قاريه بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. منتهى السهوله، وبقى وظاهر عندي على طول، مش محتاج تروح تختار الكولم عشان تظهر. فحضرتك بتحدد شكل الازهار انت عايز تعمل ايه، وبناء عليه بتختار شكل الازهار الموجود عندي. فدي نقطه مهمه جدا جدا يا باشمهندسين، ان انت ايه تعملها في الازهار عندنا. موضوع ايه موضوع الهيدن ديسبلاي ان هيدن فيو. لو حضرتك مختار ستيل هتلاقي الجزء ده مش ظاهر عندك. نفس الكلام لو مختار وود، تمام، ما بتظهرش غير مع ايه الخرسانه. تمام، النقطه دي مهمه جدا عندنا يا باشمهندسين. يبقى انا كده ايه فهمت النقطه دي مهمه جدا جدا عندي. في عندي حاجه اسمها always expert as a geometry. يعني ايه؟ يعني ايه always expert as geometry؟ يعني حضرتك دايما لما تيجي تصدر العمود ده، خصوصا مع الكاد ام اي بي والكاد اركتكشر، في عندنا كاد ام اي بي وكاد اركتكشر، الناس دي بتقدر تشتغل 3 دي على الكاد. فلما بختارهم كده always export as geometry، دايما العمود هيظهر له بالجيومتري بتاعته. في دي ان شاء الله حاجه ادفانسد هبقى اوريها لكم ان شاء الله لو احتاجناها باذن الله تعالى. تعالوا نختار اخر حاجه في الفيديو بتاعنا النهارده عشان ننهي بيه، عشان لسه هنكمل الجزئيه اللي تحت. حاجه اسمها بيم كات باك امبلان. يعني ايه بيم كات باك امبلان؟ تعالوا عشان نفهمها، تعالوا نشيل بس الشكل ده، انا مش محتاج يكون مستطيل، خلينا نغيرها نخليه ستيل مثلا بالشكل ده. هعمل بس ايه شكل ستيل من هنا كده. هعمل من هنا كده سبليت عشان اقسم، واعمل من هنا تي ار ترم اكستند اللي هي اللي من هنا دي.
ترم اكستند. لازم تتعود بقى على الاختصارات عشان الموضوع يبقى سهل معاك. اختار ده كده، طبعا ده انا يشتغل. اختار دول كده واعمل لهم ميرور بالشكل ده، واعمل هنا تي ار بالشكل ده كده يا باشمهندسين. بقى عندي شكل وليكن من هنا كده 20. طبعا لسه هنتعلم مع بعض ان شاء الله ازاي اعمل اعدادات الكولم ده الستيل، واتعامل مع الستيل ازاي، لسه هنتعلم برضه ان شاء الله. عملته بالشكل قدامي ده كده، خلاص عملته ستيل. واروح اختار من هنا زي ما احنا متفقين كده يا باشمهندسين ان ده هيكون ستيل، واختار من هنا الشكل بتاعه، وليكن الشكل عندي هنا الويلد، الاي ويلد ده، عشان يبقى نفس الشكل عندي بالشكل ده اهو. تعالوا كده يا باشمهندسين نفهم موضوع الباوندنج بوكس. ايه الباوندنج بوكس ده؟ انا بس هختار منه، اعمل من هنا كده فاميلي دي. طبعا انت مش شايف اي تعديل لان هي لسه ما عملتلاش لود اند بروجكت. اختار من هنا لود اند بروجكت لان ما سيفتش الفاميلي دي اهو. في عندي حاجه اسمها الباوندنج هنا كده يا باشمهندسين، حاجه اسمها الباوندنج بوكس. البرنامج بيتخيل كده مؤقت ان حضرتك عامل حدود للعمود دي، عباره عن الباوندنج بوكس دي اللي هي الانوتيشن اللي حواليها دي، او انا اسف اللي هي الريفرنس بلان اللي حواليها دي. فلما بتيجي ترسم اي حاجه هنا كده يا باشمهندسين، بختار من هنا بيم بالشكل ده من هنا كده. هلاحظ ان البيم دي ايه اللي حصل لها؟ وقفت عند حدود العمود بالظبط. شايفين؟ في بقى لو انا خليت ده صفر اللي هو اللي الستارت كات باك، هلاحظ ان هي اخرها فين. لو انا عملت ديتيل لاين خط كده هرسمه اهو، هلاحظ ان هي وقفت فين؟ عند وش الباوندنج بوكس اللي عندي هنا دي. طيب لا يا باشمهندس، انا جيت من هنا هختار بدل باوندنج بوكس دي انا عايز اعمل حاجه اسمها فروم جيومتري. يعني ايه فروم جيومتري؟ من الحدود بتاع الجيومتري اللي انت رسمه. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه ظهرت يا باشمهندس، المفروض يوصل لحد هنا كده. هقول لحضرتك بس ارجع هنا، خلي اللي ظهر كورس. شايف كده ايه اللي حصل؟ وصل لحد الجيومتري نفسها. وصل لحد مين؟ الجيومتري نفسها. طب تعالى ارجع هنا تاني، خليها باوندنج بوكس عشان ده كده في الهيدن. شايف كده وقف لحد هنا. اختار اخلي ده صفر. طب انا خليته صفر ولسه في جاب صغيره هي يا باشمهندس. ايه اللي حصل؟ هقول لحضرتك ايه اللي حصل دلوقتي. خليها هنا كده فروم جيومتري بالشكل ده. في عندي اعدادات جوه الفاميلي هنا يا باشمهندسين. الراجل قاري حاجه اسمها اعدادات، حاجه اسمها البروجكت بروجكت سيتنج من هنا كده. لو انا اخترت، شايفين السهم ده كده الاستراكشر سيتنج، في عندي حاجه اسمها البيم، حاجه اسمها سيمبل كات باك. سيمبل كات باك لو انا خليت من هنا السيمبل كات باك دي خليتها بزيرو، شايف كده هيقف لحد العمود بالظبط. انما دي حاجه احنا بنخليها في الاعدادات عشان خاطر ايه؟ الشكل بس بتاع الازهار يكون شكل لطيف كده زي ما انتم شايفين كده. تمام. وطبعا انا المفروض الكولم بتاعي، انا شايف المفروض بتاع الكولم بتاعي لو انا اخترت العمود ده، لو انا اسف رسمت من هنا كده استراكشر كولم، رسمت من هنا اي عمود ستيل تاني هنا، شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ هنفهم برضو ان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي ازاي بخلي العمود اصلا شكله بالشكل اللي قدامنا ده كده، وازاي وقف هنا. طبعا لان اعدادات الكولم ده فهمنا هتكون من هنا حاجه اسمها فروم باوندنج، مش فروم جيومتري. تمام. عشان لو انا رجعت كده عشان افهم، لازم نفهم يا جماعه موضوع الفاميليز ده، لان هو ده اهم حاجه عندنا في شغلنا. انت كراجل استراكشر لما تفهم الفاميلي صح تقدر تتعامل معاه. يبقى احنا كده اتعاملنا مع بعض في الجزء اللي فوق ده كده يا باشمهندسين. هنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي الجزء اللي تحت ده.